أداء الحكم الصيني اللي أدار مباراة اليوم، وأيضا ركلات الجزاء الثلاثة اللي منحت إلى المنتخب القطري، برأيك هل كانت باستحقاق؟ اليوم لما تدش أنت على تويتر تشوف ترند الحكم الصيني. المفارقة كابتن وين؟ ركلة الجزاء الأولى اللي مشكوك فيها 180% الفار ما يستدعي. ركلات الجزاء الأخرى اللي ما المفروض يستدعي الفار. شوف المفارقة. نعم. نروح لركلة الجزاء الأولى. طبعا ركلة الجزاء الأولى أكرم عفيف هو من ذهب وبحث عن مخالفة بالقدم اليمنى، هو ما ارتطم بقدم المدافع الثابتة على الأرض، وبالتالي كان على حكام الفار التدخل الإيجابي واستدعائه لعدم وجود ركلة جزاء. ولكن للأسف حكم الفار وحكم الساحة اتفقوا بأن هذه ركلة جزاء من وهم الخيال. ونروح لركلة الجزاء الثانية. كذلك مرة ثانية مرضي ريلة ثابتة على الأرض، اللاعب القطري يدخل بين ثلاثة لاعبين يحاول أن يجتاز، القدم ثابتة، من ارتطم بالأنكل من الخلف بقدم المرضي هو لاعب القطري. المهزلة وين؟ لما يجيك الفار يستدعيك ما يحط له الحالات من الزاوية القريبة الأولى اللي حط لنا الإعادة، لا، يحط له من الكاميرا اللي موجودة بالشقة 7 بالدور السابع. هل يعقل؟ أنت كحكم تبي تقرأ الحالة، أنتوا شفتوا الفار، شفتوا الإعادات. نعم. قاعد يحط اللاعب وهو يسقط من 40 ياردة، لا عطني الزاوية اللي على الريم. هذه مأساة. بالإضافة على ذلك ونروح لركلة الجزاء الثالثة. ترى أنا قاعد أقراها تقديريا، قراءة ومهارة وفن وقانون وفسيولوجية الحركة للاعب. نعم. شوف اللاعب أكرم عفيف، أول شيء الكاميرا تحط لك أن حالة التسلل، لا حطوا إعادة التسلل ولا حطوا خط الوهمي ولا وقفوا الحالة نهائيا. لو كان شبك عيدها، حط لي الخط الوهمي، مشيت وياك. أكرم عفيف ينطلق بالكرة للأمام، الكرة تتمدد تطول يروح باتجاه، لو تلاحظ أكرم عفيف يمد قدمه اليمنى، حارس المرمى يثبت في مكانه في حالة جلوس. صحيح. لا عمل عملية فتح القدم ولا عمل عملية فتح اليد، لا عمل عملية إضافية ولا حرك إيده ولا حرك قدمه، ثابت في مكانه جالس. لو أكرم عفيف اتجه باتجاه اليمين أو اليسار والحارس اتجه باتجاهه، أنا أقول لك ركلة جزاء مستحقة. ولكن أنا كحارس مرمى أفتح له المرمى، أنا جلست ثابت مضمومة إيديني، وأنت الكرة طالت من ريلك، جيت بقدمك اليمنى مديت القدم وارتطمت في جسمي اللي أنا ثابت في مكاني، قاعد في مكاني، ما عملت أي حركة إضافية، وبالتالي ارتطمت فيني وسقط. يتم استدعائك. طبعا الحكم ما اتخذ قرار. ما اتخذ قرار. صحيح. استدعاء الحكم الفار قال له تعال فيها ركلة جزاء، نفس العملية يعطي من زاوية واحدة. الأدهى من ذلك يعني مصرين حكام الفار يا جماعة، مصرين يدمرون الحكم ويدمرون المباراة. أنت تستدعي الحكم لكي يتخذ قرار بطاقة حمراء في حالة بالأشواط بالإضافي 13 دقيقة بأن حركة الالتحام اللي صارت بين يزن وبين اللاعب القطري لا تكتفي بالانذار، تعال طرده. أنت وين بتوصل للحكم؟ طيب أنت أستاذ منصور أنت سميتها مهزلة، أنا أسميها على ضوء كلامك وعلى ضوء هذا التقييم هذه فضيحة. على فكرة بالشيء يذكر الحكم حسب ما يقال بأنه كان موقف لمدة 4 أشهر، وأنت جبت هني، وإحنا كنا نتكلم عن هذه أستاذي، كنا نقول إحنا نفضل أن نحط حكم خليجي في هذه اللعبة أو حكم عربي،
لان الطرفين عرب. بس انت تروح كقراءه لك انت كلجنه تروح تحط المباريات الاساسيه اللي قبل النهائي اللي فيها طرف خليجي تحط حكم خليجي، والتيم نهائي طرفين عربيين تحط له حكم شرق اسيا. طيب بالاضافه على ذلك انت بديت كلامك كلام طيب، يعني لبعض المنتقدين، لبعض المشككين، لبعض اللي يحاولون ان يقفزون على يعني بعض المشاعر العربيه ان صح القول، بانه يعني لا يمكن لاي شخص ان يشكك بقدره دوله قطر الشقيقه بنجاحها في التنظيم، بل بالمستوى الاعلى من التنظيم. ما الفائده من كل هذه الاخطاء اللي ترتكب؟ وإذا تسألني أنا والكثير من العراقيين قد تذهب مشاعرهم نحو المنتخب القطري باعتبار أن المنتخب الأردني حقق الفوز على المنتخب العراقي، لكننا هنا كمحايدين نتحدث بمهنية عالية وننظر للمباراة بعين المراقب اللي يتفحص ما يحصل من أحداث ويضع لها الحلول، مثل ما حضرتك الآن وضعت التقييمات المهنية. ما الفائدة اللي يمكن أن تجنيها دولة مثل قطر بهذه المحاباة وبهذه المجاملات؟ استاذي احنا كخليجيين، انا وانت وغيرنا كخليجيين نفتخر بقطر وبداء قطر وامكانياته وقدراته وانفعاله وانطلاقته، انفجار رياضي، هذا افتخار وفخر لنا كلنا. قطر اليوم مو محتاج للتحكيم، اليوم قطر ما محتاج للتحكيم، ولكن انا كلجنه احاول اني احط حكم الاضعف اللي هو مو قادر. احنا يعني انا ترى ما تكلمت من وحي الخيال، انا ما تكلمت كساحر. انا ليش تكلمت؟ يعني انا كمراقب قبل المباراه امس اقول لكم يا جماعه الحكم راح يصير معاه الحاله كذا والحاله كذا والحاله كذا، وراح تصير حاله تحكيميه. اذا انا قاعد اتكلم الغاز ولا من حضور ومن شفافيه ومن متابعه ومن قراءه للحاله هذه. هل يخفى على لجنه الحكام هذا الكلام؟ هل لجنه الحكام ما يعرف ان هالقصه هذه راح تصير؟ يعني هل يعقل اليوم انت تحسب ركله جزاء بينك وبين الحاله 25 يارده؟ هل يعقل انك انت ما تروح تكشف على حاله تسلل وتروح تستمد الحاله من بعدها اليوم وبعدين تحسب لي ركله جزاء وهميه؟ اليوم حكام تقنيه الفار من اليابان؟ نعم. طيب لا الادهى من ذلك استاذي، ركله الجزاء الاولى الوهميه المفروض يستدعي الفار ما استدعى الفار، ركلات الجزاء الاخرى استدعى الفار، ولما يحط له الزاويه المفروض انت كحكم عندك ثقه بنفسك، انت تطلب منه قول له عطني الزاويه الفلانيه، عطني الزاويه الاماميه، عطني الزاويه الخلفيه، انت تطلب، انت ما تطلب يحط لك الحاله الثانيه ركله الجزاء الثانيه اللي هي اساسا الركل من الانكل من خلف اللاعب اللي محمود مرضي ريله ثابته على الارض واللاعب القطري داخل بين ثلاث لاعبين، تجي تحط له الحاله من بعد 200 متر. من يقرا الحاله هذه؟ استاذ منصور شنو الاثار اللي راح تترتب على يعني ما شاهدناه من ضعف تحكيمي في هذه البطوله؟ شوف اليوم مثل ما قلت لك استاذي، اليوم الجماهير اوعى مني ومن الجميع، اليوم الجماهير ما عادت تثق. انت اذا تبدي كهذه الآلية كاتحاد اسيوي، بداية هذه الدورة كانت فيها اخفاقات تحكيمية وعدة منتخبات ومدربين اشتكوا من الحالات التحكيمية. اليوم في دول قاعد تصرف ملايين لإنجاح هذه البطولات، وانت تي تحط حكم ذو قدرات متواضعة اساس ينجح لك هذه البطولات، وهذا اكبر غلط. اليوم انت مثل ما تدفع على المنشأة وعلى اللاعبين وعلى المدربين ملايين الملايين، بالاضافه الى ذلك لازم تبحث حتى لو تطلب الامر انك تستعين من حكام من برا. ما احنا بالخليج دوره الخليج ما قاعد نستعين من حكام من اوروبا؟ نعم. وش المشكله اني انا استعين من حكام من اوروبا ومن افريقيا عشان ابعد كل هذه الشكوك؟ ليش انا مضطر اني استعين في حكام متواضعين بهذه الدرجه انه يدمر المباراه؟ اليوم الجمهور الاردني يشتكي، التحكيم كله يشتكي، العالم تشتكي، الفريق طلع مضغوط حزين، وهو لو طالع مغلوب بشكل انا حاسس انه ما قدم مستوى ما عندي مشكله، بس انه يطلع بهذا الغبن التحكيمي اكيد ما راح يرضى بهالشيء. ولكن انا اقول لك لان الطرف الاردني بكل الحالات راح يحصل على مكافاه وجائزه وكذا، اقسم بالله لو كان الطرف الثاني خليجي
لما كانت تكتمل المباراه. خذها مني. أوف. طيب استاذ منصور، من خلال يعني متابعتك الدائمه لبطولات اسيا، اين تضع هذه البطوله تحكيميا؟ شوف، ما يتحمل لجنه الحكام المفروض هم يراجعون نفسهم، وهذه يعني ما هي زينه بالنسبه لسمعه اسيا، لان ترى اليوم كابتن، ترى مو بس اسيا، ترى رئيس الاتحاد الدولي قاعد يتابع. نعم كان موجود. اتحاد الفيفا كان موجود والكل يتابع. في متعهدين وفي منظرين وفي ناس متعهدين يشترون اللاعبين يتواجدون من اول البطوله لاخر البطوله. فاليوم انت تبي تعطي وزن قيمه كبيره للبطوله هذه، فلما تكون البطوله هذه تدار بهذه الطريقه اعتقد في تشكيك حتى من ناحيه المتعهدين. باكر يقول لك انا ما عندي ثقه في هذه البطولات، حتى لو بي سبونسر ولا بدفع فلوس ولا بسوي جوائز او الى اخره. هذه البطولات انا غير مرغوب بالنسبه لي فيها. نفس اللي قاعد يصير، ليش بطولات يعني في مكاتب مراهنات في اوروبا كبيره، بس هذه معروفه، مكتب موجود مرخص، اموره موجوده، يحطون فلوس مراهنات قاعد يلعبون، بس ما يدخلون في اللاعبين، ما يتدخلون في الحكام، ما يتدخلون في اي شيء من ذلك. احنا ما قاعد نقول بان لا وجود للنزاهه، لا، ولا نتعمد نقول ان هناك مدفوع وغير مدفوع، لا، ولكن انا اقول اذا انت مستواك متواضع تحكيميا استعين بلجان اوروبيه، استعين بحكام اوروبيين، استعين بمن يدير هذه العمليه اداره متميزه محايده لا تقبل الظلم على اي منتخب كان، سواء دوله منظمه او غير منظمه. مثل ما قلت لك اليوم قطر مو محتاجه مساعده صديق، ولكن الحكم المتواضع واداء المتواضع بهذه الطريقه هو من وصل المباراه الى هذه المهزله. ومثل ما قلت لك واكرر، قلت لك لو كان الطرف الاخر خليجي لما كانت تكتمل المباراه. شكرا جزيلا استاذ الفاضل منصور عبد الله مقيم الحكام الحكم الدولي الكويتي، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات، شكرا جزيلا ايضا على هذه الاراء الشجاعه اللي اطلقتها واللي تحدثت. طبعا قد تكون هي من منظور شخصي، لكن يكفي ان تكون شجاعا لتطلق مثل هذه الاحكام ومثل هذه التقييمات. شكرا جزيلا، نتمنى ان شاء الله ان نلتقيك في برامج قادمه. عندك مداخله استاذ منصور؟ نعم تفضل. ملاحظه اخيره، ما ابي اطول لان اخذت وقت الضيوف الكرام يتحملوني. تفضل. احنا نرد نقول استاذي، انا من خلال القناه العراقيه احنا نتكلم علميا، نظريا، رياضيا، تقديريا، وقراءه. اليوم بالاجماع حتى الاخوه اللي موجودين عندك هم لهم نظره، هم لاعبين واساسا عندهم خبره وعندهم فكر واساتذه كبار. اتحدى اي واحد يقول بان اللي قلناه هذا كلام مغلوط، دش تويتر، دش غير تويتر. اليوم احنا تكلمنا عن هذه الحالات تقديريه وقراءه وقانون وليس عاطفه. ولهذا الكلام احنا ملزمين نقول فيه، سواء كان هذا المنتخب طرف كويتي او عراقي، احنا ما نجامل. هذا التحكيم، هذه فلوس قاعد تندفع، يا نكون صادقين مع الناس ونثبت مصداقيتنا للجماهير اللي قاعد تتابعنا الان على الشاشه العراقيه، او نبطل وما نطلع نتكلم نهائيا. شكرا جزيلا لمصداقيتك. وايضا بالمناسبه ان طرفا المباراه هم منتخبان عربيان، يعني لا يمكن ان نحابي طرفا على حساب طرف، لكن من باب المهنيه ومن باب التقييم الموضوعي لكل ما حصل وجرى من مشاهد وجدل للحالات التحكيميه، نحاول ان نفككها ونحاول ان نوضحها للجمهور. شكرا جزيلا مره اخرى لمقيم الحكام الحكم الدولي السابق الكويتي منصور عبد الله. ميثم، يعني ابرز ما جاء في حديث الاستاذ منصور انه قال لو كان هناك طرفا خليجيا في هذه المباراه لما استمرت المباراه. كفى ووفى، هذا الرجل شجاع وانا احييه من هذا المنبر. وبالفعل هو طبعا يعني قناتنا هي اللي توفر ايضا فرصه لكل الاراء، لان احنا يعني من افضل القنوات، ما نحابي شخص على اخر ولا نحابي فريق على فريق اخر. ما عندنا مصلحه ما عندنا مصلحه في ذلك. وهذا طبعا مثل ما ذكر هو وايدان في هذا الكلام، احنا مو ضد اخواننا القطريين، هذول اشقائنا
وعلاقاتنا بيهم طيبه، لكن احنا نتكلم من مجال الرياضه ما حصل.